الشريعة الإسلامية ينبوع صاف لا يتكدر، ومعين عذب لا يتغير، ونور يهتدي به الحيارى والتائهون في كل زمان ومكان. وقد يتساءل البعض: ما سر هذا التجدد والتوقد والبهاء؟ السر كله في مصادره التي يستمد منها الأحكام، وفي ينابيعه التي ترسم مساراته بانتظام وإحكام. القرآن الكريم والسنة الصحيحة هما مصادر الإسلام الأساسية، وثمة مصادر تبعية أرشدت إليها نصوص الكتاب والسنة كالإجماع والقياس، وكل مصدر آخر ما هو إلا تابع للكتاب والسنة وراجع إليهما. إذن فالدين الإسلامي لم يكن نتيجة لأقوال الرجال أو اجتهادات المشايخ وآراء البشر، بل هو في أساسه نتاج الوحي المنزل من السماء، وقد استمد عظمته من عظمة مصادره المعصومة التي لم يتخللها انتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، ولهذا كان صالحا لكل زمان ونافعا بكل مكان.